السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير ولقاكم هذا العيد باحسن الاحوال ان شاء الله وبالصحه جيده. الله يا ربي يا امين. المهم البنات، كنتمنى يدوز هذا رمضان وكل شيء مغفره الذنوب يا ربي يا ربي يا امين. المهم البنات، اسمحوا لي ما حطيتش لكم الفيديو من قبل. المهم غير على حسب الظروف، والله العظيم غير الوقت وصافي. وكان الفيديو كان موجود ولكن مازال ما درت ليه المونتاج. المهم البنات، الوقت بزاف، ما كاينش بزاف الوقت. عرفتوا كيفاش كيكون رمضان والعيد الصغير كيفاش كيكون غا جرى. المهم البنات سمحوا لي. هنا البنات راه كتكون واحد الحليوه، كيكونوا 4 الشكيلات، كيكون تبارك الطبسيل عامر كيعمر العين، وتفرحي به الضيوف ديالك وتبيني به وجهك قدام الضيوف ديالك والعائله. تبارك الله دوزي به العيد ويفوت لهيه. وكيجي صراحه بنين بزاف، وكيجي هشيش والله العظيم. جربوها البنات. انا راه كنديرو 250 غرام ديال مارغرين ديال الطورق، من الاحسن ديال الطورق، ماشي ديال العلبه. وكديري كاس ديال سنيده ونص كاس ديال السكر كلاصي، حيت داك السكر كلاصي وداك السنيده فاش كتخلطيهم فاش كيتميلونجاو كيعطيو ديك الهشاشه لديك الحلوه. وهنايا كما كتشوفوا معايا درت جوج كيسان ديال العنبه. داك الكاس اللي كتشوفوا راه عبرته بكاس العنبه، راه كاس العنبه كيهز كاس العنبه ديال الزيت، هما راه جوج كيسان ديال الزيت ديال العنبه. وكنخدموهم مزيان نخدموا الزبده مزيان مع السكر هو الاول، من بعد عاد كنخدموا السكر والزبده مع الزيت. ضروري تخدموهم مزيان حتى كيكونوا على شكل بوماد بحال الكريم هكا، باش منين تخلطوا ديروا، باش منين تجمعوا العجينه باش ما تطلقش لكم العجينه داك الزيت، فهمتي. المهم هنا البنات راه نسيت واحد الفاني ما درتوش من الاول، بالاحسن ديروه مع سنيده وسكر كلاص والزبده. هنا من بعد كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان عاد كنزيد 4 ديال الصفر بيض مسلوق. هذا هو السر اللي كيجي في هذا الحلوه. كتجي صراحه هشيشه، ما تشبعوش منها. جربوها ديك الساعات. هنايا درت 5 د الفرماجات، نتوما شوفوا على حسب المتوفر عندكم. 3 كافيين، ولا الا ما متوفرينش عندكم بلا ما ديروهم. انا كان عندي متوفر عندي الفرماج، داكشي علاش كنديرو. فاش ما كيكونش متوفر عندي ما كنديروش. هنا كنخلطوا داك الفرماج وداك البيض مزيان. البيض المسلوق من الاحسن يكون سخون، حيت خصكم طيبوه وتخدموا به، حيت الا جاب الله برد كيقصاح ما كيبغيش يتحل لكم داك الصفر. المهم داك البيض كتحيدوه على جنب، كتعطيه وليداتكم ولا شوفوا اللي ديروا ليه، ولا المهم اللي عجبكم ديروا ليه. هنايا البنات من بعد كنديروا الدقيق كنشوفوا على حسب اللي جمعت لينا العجينه. يعني راه خصكم ضروري الدقيق يكون ممتاز ديال الحلويات، من الاحسن يكون دقيق زوين. المهم الحلوه كتبغي دقيق زوين. انا راه خديت هذا ديال الحلويات. المهم انا ما كنعجنش، كنخلط غير بالاطراف ديال الاصابع، حيت هذه راه دايره بحال العجينه ديال الصابلي. ما كتبغيش العجينه، هي غير هكا كترونيها هكا بالاطراف ديال الاصابع ديالك حتى يدخل هذاك الدقيق كامل. من بعد فاش كتجمع لينا العجينه، عاد ديك الساعات كنديروها على شكل طولي وكنقطعوها، كنديرو فيها 4 ديال الحبات. وانتم شوفوا، بغيتو 4 بغيتو 5 بغيتو غير 3 وبغيتو غير 2. انا من الاحسن انا كندير لهاد الطريقه. انتم شوفوا على حسب اللي يعجبكم. والله شي بعض المرات كندير كاع 5 اشكال، ندير فيها 5 اشكال. المهم هنايا كنزيدو شويه بشويه الدقيق، من الاحسن تزيدو شويه بشويه، ما ديروش الدقيق باش ما تخسرش لكم عاوتاني الحلوه ديالكم، حيت الا كان عاوتاني الدقيق فيها قوي بزاف وكتكون قاصحه ما كتجيش هشيشه. المهم البنات هكا كما كتشوفوا معايا كتستمروا بنفس الطريقه، غير كتحركوها بالاطراف ديال الاصابع ديالكم، ما تعجنوا ما تدلكوا. هنايا من بعد ما جمعت العجينه ديالي كما كتشوفوا معايا كنقطعها بالسكين ولا بشي قطعه، المهم اللي عجبكم. وكديروا نفس العبار. من بعد كنكوروهم وكنديروهم في شي بلاستيك غذائي ولا في السلوفان،
وكنكهم بالنكهات اللي بغينا ولا كنديروا لهم الملونات. المهم نتوما شوفوا على حسب الاختيارات ديالكم. المهم شوفوا انا كيفاش غندير لهم، نتوما شوفوا غير على حسب اللي بغيتو. هذاك الشيء كيبقى على حسب الاذواق. انا درت واحده بكراميل، واحده بشوكولا نوار، وواحده بشوكولا فيرميسيل، واحده كنخليها غير هكاك بالنكهه ديال الفاني. هنايا كندير في 4 اشكال، كنخلي وحده ما كندير ليها حتى شي حاجه، يعني 3 ديال الاشكال كندير ليهم. هنا كناخذ واحد البلاستيك ديال الثلاجه، الا عندكم السلوفان ديروا ليها السلوفان، ولا ما عندكمش هنا كان ضروري نديرهم في البلاستيك باش ما تقصحش لينا العجينه وما تخسرش لينا. هنا كناخذوا الحبه الاولى كنديروا ليها شويه ديال شوكولا فيرميسيل، هنايا معلقه ولا 2 معالق ديال شوكولا فيرميسيل. وكما كتشوفوا راه غير كنخلطوها بالاطراف ديال الاصابع دائما، ندير ليها بحال هكا ما تعجنوهاش، حيت الا كتعجنوها كتطلق لكم الزيت وما غاديش تجي لكم الحلوه زوينه. من بعد كنحيدوها على جنب وكنجيبوا الاخرين حتى هما كلهم بنفس الطريقه. هنا من بعد ما ساليتها كنردها على جنب في ديك البلاستيكه، وكنجيب حبه اخرى عاوتاني باش ندير ليها الكاكاو ولا هنايا لاروم ديال الكراميل. هنا هذه درت ليها هاد الحبه درت ليها لاروم ديال الكراميل وما درتهاش قويه حيت ما نزيدش عليها بزاف تكون فيها لاروم ديال الكراميل بزاف قويه. درت غير شي نقيطات هكا كتكون خفيفه. ولا ما توفرش عندكم لاروم ديال الكراميل ديروا فلون ديال الكراميل حتى هو كيجي زوين. هنايا حبه اخرى درت ليها الكاكاو ديال الاسود المر، كنكثروا باش تكون لينا ديك، حيت كنديروها كويرات كنكثروا باش يكون لينا اسود. نتوما كتشوفوا الا بغيتو يكون بني كديروه شويه، الا بغيتو تكون قويه يعني فونسي بزاف كتزيدوا مازال الكاكاو. انا درت واحد المعلقه، من بعد زدت معلقه اخرى حيت انا عزيز عليا تكون ديك الحلوه خص تكون كحله بزاف ويكون فيه المذاق ديال الشوكولا نوار. هنا البنات كما كنقول لك دائما ما تعجنوش، دائما غير حركوا بالاطراف ديال الاصابع. هنا زدت شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش لينا، ومن بعد كنكوروها هي باش كنبداو. كما كتشوفوا وحده راه كنقول لكم راه كنخليها ما كندير ليها حتى شي منكه، كنخليها هكاك بالمذاق ديال الفاني. هنايا هذيك باقي كنزيد ليها مازال الكاكاو حيت كما قلت لكم انا كتكون عزيزه عليا تكون كحله. كما كنقول لكم دائما ما تعجنوهاش، غير هكا كندورها في القصريه. هذه راه كما كتشوفوا معايا راه ما درت ليها حتى شي منكه. هنا من بعد كناخذوا هذه كنكورها غير عادي، من بعد راه غادي نفينيها بالباستا وبواحد الخليط. المهم راه غادي تشوفوا معايا من بعد كنكوروا الحلوه ديالنا كامله في واحد الطاوه، ما كندهنوهاش ما والو حيت اصلا الحلوه فيها الزبده والزيت ما تحتاجش اصلا باش تدهنوا الطاوه. هذه ديال الكراميل كنديروها هاد الحريبلات هذه كنديروهم على شكل حريبلات طوالين هكا، من بعد كنضغطوا على داك الحريبل كيكون هكا سميتو كيكون هكا رقيق شويه. هنايا باش ما تبرزطوش ريتكم بالقطاعه بالمرشمات وداك الشيء كندير هاد الطريقه كتجي صراحه زوينه، كان فيها بالشوكولاط وما كتجيش يعني كتجي واعره بحال ديال المرشم. المهم هنا كنستمر بنفس الطريقه، من بعد كنوضعوها في الطاوه حتى هي بلا ما ندهنوها بحال نفس الشيء حيت اصلا العجينه قلت لكم فيه الزيت والزبده يعني ما كتلصقش لينا الحلوه. من بعد المهم كنستمروا بنفس الطريقه حتى كتبقى لينا عاوتاني هذيك ديال الفيرميسيل حتى هي كنديروها على شكل حرابل. هذه كنديروها على شكل حرابل، من بعد كنضغطوا عليها هكا. ديما كنرشوا شويه ديال الدقيق حيت ضروري حيت كتلصق شويه العجينه باش ما تعذبناش.
هنايا حيت العجين كتكون بحال ديال الصابلي كتلصق وكتخطع دغيا. كما كتشوفوا معايا الطريقه هي راه كتجي طريقه سهله وكنحاولوا نديروها في نفس القياس هكا. من بعد كنقطعوها بالسكين ومن بعد كنحطوها ديريكت في الطاوه. من بعد كنهزو عاوتاني داك الشكل الاخر ديال الفيرميسيل حتى هي ديال الفيرميسيل راه ما كنحتاجوش فيها قطعه، ما كنديرو حتى شي مرشم صراحه. في هاد الحلوه فاش كتكون زوينه ما كنديرو حتى شي مرشم، ما كنبرزوش ريوسنا عاوتاني بالمراشم هكا. هادي كما كتشوفوا معايا كنديروها حريبله طوالين هكا وكنقطعوها بالموس، ما كنضغطوش عليها بحال الاولانيه، كتجينا بحال الصبيعات بحال هكا الصبيعات صغارين هكا. وكنحطوها حتى هي في الطاوه بلا ما ندهنوها حيت كتطلق ديك الزيت والزبده وما كتلصقش نهائيا. والفران كما كتشوفوا كنشعلوه شويه عافيه مهيله، كنسخنوه بعدا مزيان عاد ديك الساعه نحطو فيه الحلويات ديالنا. من بعد كنشعلو عافيه مهيله، ما تكونش ناقصه ما تكونش مجهده. انايا كنحطو الحرابل في الطاوه المهم حتى كنسالي هذيك كامله. هذيك اللي ما درت ليها حتى شي منكهات غنديرو فيها حتى هي هكا، غنديرو فيها كويرات هكا وكندوروها في البيض في ابيض ديال البيض وكنفندوها في كاوكاو هكا هاشيطو في الهاشوار وكندخلوها للفران وكنديرو فيها واحد التقبه في الوسط. ديك التقبه كنديرو فيها اما الكراميل اما الكونفيتور. انا درت فيها الكونفيتور. ها هي كما كتشوفوا معايا كناخذوا البيض ديال البيض وكندورو فيها ديك الحبات ديالنا كما كتشوفوا وكنفندوها في داك الكاوكاو اللي مقليو ومهاشي هكا كما كتشوفوا معايا. كنديروا ديك التقبه غير بصبعنا، الا جاب الله ما تقداش لينا كنهزو ديك القطعه ديال الشباكيه ولا هذيك المهم اي شي حاجه فيها ديك الدواره من التحت كنضغطوا عاوتاني في الوسط. من بعد فاش كندخلوه للفران فاش كنشوفوا عاوتاني ديك التقبه في الوسط طالعه عاوتاني كنضغطوا عليها بنفس هذا كما كتشوفوا معايا. راه كنعاود ليها كنضغط عليها بهذه ديال العسل باش تجينا نفس التقبه. ومن بعد غادي نديرو فيها الكونفيتور وغادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش كتجي النتيجه كيفاش كتجي. هنايا البنات من بعد ما طابت لينا الحليوات ديالنا هي كيفاش كيجيو 4 ديال التشكيلات 4 ديال الانواع. دابا غادي نمشيو باش ندير ليهم الفينيسيون. هنايا هذيك اللي درت ليها لا كونفيتور هكا كنزوقها بالشوكولاط الابيض ولا الشوكولاط الاسود. هنايا ذوبت الشوكولاط ودرتها في البلاستيكه ولا في البوش الا عندكم بوش داك البوش صغير وتزوقوه هكا ديروا ليه هكا تزوقوا على واحد الجنب. المهم هي راه اصلا مزوقه راسها بداك الكاوكاو وداك الكونفيتور هذه غير اختياريه. هنايا كنهز واحد البلاستيك هكا ديال الثلاجه دائما كنفرشو باش نحط فيه الحليوات ديالنا منين كنفينيهم. هنا كناخذوا الشوكولاط ابيض وكناخذوا الكوك هذه ديال الكراميل كنديروا لها الشوكولاط ابيض والكوك هذا محمر كنحمروه في شي مقله. هنا كنغطسوا الحليوات ديالنا في الشوكولاط ابيض وكندوروهم في الكوك اللي محمر. كيجي صراحه واحد المذاق الكراميل والكوك والشوكولاط ابيض كيجي رائع بزاف والله العظيم ما تشبعوش من هاد الحليوات صراحه. الا فاتوا عندكم يفوتوا عليكم يومين ولا 3 ايام. المهم تذوقوهم والله ما تشبعوش منهم صراحه. كيجي واحد الهشاشه اللي كتكون فيهم واحد المذاق رائع بزاف. هنايا كنستمر بنفس الطريقه كنغطسوا الحليوات ديالنا في الشوكولاط من بعد كندوروهم في داك الكوك. هذا الشكل الثاني ديال شوكولا فيرميسيل كندوروهم حتى هما في الشوكولاط كحل وكنحطوهم في داك فوق داك البلاستيك وكنكحزوه شويه باش ما يتلصقش لينا ديك الشوكولاط اللي كتكون اللي كتسيح على الجناب. هنا كنحطوهم عشوائيا هكا كما كتشوفوا كنحطوهم هكا هذه اختارت ليا الفينيسيون ديالها داكشي علاش رجعتها باش
نعاود ليها الشوكولات. هنايا حتى هادي كنستمروا بنفس الطريقه كامل حتى نكملوا الحليوات ديالنا. عاد كنمشيو الاخرين باش نديرو داك لاصوص اللي غادي نغطسوهم فيهم حتى هما دوك اللي كحلين. المهم هكا كندفعوهم شويه فوق البلاستيكه باش ما تلصقش لينا ديك الشوكولات اللي كتكون على الجناب هكا. كنستمروا المهم بنفس الطريقه حتى نكملوا الحليوات ديالنا. وفي الشكل الثالث كنهزو هنايا كاس معامر ديال الكونفيتور ديال المشماش، المربى ديال المشماش، وكناخذوا ماء الزهر، كناخذوا ربع كاس، المهم يكون فايت شويه ديال العنبه ديال ما زهر في نفس الكاس. كنعبروا دائما في نفس الكاس. من بعد كنزيدو معلقه كبيره ديال الكاكاو مر ولا 2 معالق. المهم كنخلط هكا 2، درت انا 1.5 معلقه، وكنخلطوا الخليط ديالنا دائما وكنحطوه فوق البطاط حتى كيغلى، حتى كتطلع ديك الغليه، وكنهزوه وكنغطسوا فيه داك الحليوات ديالنا هنايا، وكندوروهم في هذا باستا بالنكهه ديال الفاني، وانتما خذوا بالنكهه ديال الشوكولاط ولا. المهم انا هذا اللي خديت. كندوروهم في داك لاصوص وكنفندوهم في ديك الباستا. صراحه حتى هذه كتجي رائعه بزاف. المهم كل وحده فيهم والمذاق ديالها بحال كتقولي كل وحده فيهم عجينه، راه هي عجينه وحده وكتجي صراحه واعره بزاف. انا درتهم في الكيسيت، نتوما الا ما بغيتوش راه تقدروا تخليهم هكاك بلا لي كيسيت بلا حتى شي حاجه. كيجيو فنين، كيجيو غزالين، كيعطيو المنظر. هذا الا شفتيها راه غتقولي بحال الا ديال هذيك ديال الباستا، هي راه مختلفه والمذاق مختلف. هنايا هو كيفاش كيجي الطبسيل ديالنا، كيجي الصراحه واعر بزاف، وكنتمنى تجربوه وكنتمنى يعجبكم. المهم انا راه دائما كندير المجهودات ديالي باش نجيب لكم شي حاجه كتحمر لكم وجهكم قدام الضيوف ديالكم وكتروق الاعجاب ديالكم. وكنتمنى حتى نتوما ما تنساونيش وتدعموني باللايك وتدعموني بالاشتراك في القناه وبالبارطاج باش المره الجايه ان شاء الله ندير لكم عاوتاني الجديد. وكنقول لكم مبارك عواشركم، تعاودوا ان شاء الله وبطولة العمر ان شاء الله يا ربي. وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.